جون جيل البالغ من العمر 21 عاما يعتمد على محرك البحث جوجل. كيف حالك؟ بخير، تفضل. إنه يستخدم موقع جوجل منذ أن كان طالبا في الثانوية. لديك محطة عمل هنا؟ نعم، هذا مدعاة فخر لي. يعتمد جون على محرك البحث جوجل في كل شيء. عندما يخرج يستعمل خدمة خرائط جوجل. بمجرد إدخال العنوان يمكنه معرفة الاتجاهات للوصول إليه. إنه يختار مطعما من نتائج البحث. يستخدم جوجل أيضا للبحث عن وصفات طهي جديدة. يستخدم اليوم وصفة طعام وجدها في نتائج بحثه لتحضير طعام العشاء. حصلت على كرسي مكتب بهذه المواصفات من موقع آخر وجدته بالبحث عبر جوجل. هذا ما يجب فعله. تجهيزات التلفاز من محل سيركت سيتي. أقوم باستعراض آراء المستهلكين عبر جوجل. لا أثق بمندوبي مبيعات هناك لأنهم دائما يقولون هذا ما تحتاجه. كنت أعرف هذا، لذا تفحصت تقارير المستهلكين ووجدت كل المعلومات التي أحتاجها من خلال جوجل. حصل جون على كل دخله في الأعوام الثلاثة الماضية من محرك البحث جوجل. هذا هو موقعه الإلكتروني الشخصي الذي يزود زواره بمقالات حول الهواتف الخلوية. بالإضافة للمقالات التي كتبها توجد إعلانات لجوجل. في كل مرة ينقر أحدهم فيها على هذا الإعلان يحصل على حوالي 25 سنتا كأجر إعلان. هل تبحث عن شيء؟ أجل، سأريكم المغلف الذي وصلني اليوم من جوجل. دائما أفرح برؤيته في صندوق بريدي. هذا شيك بقيمة إعلانات آخر شهر. 7700 دولار تقريبا. هذا هو المبلغ الذي يجنيه جون كل شهر ببساطة من خلال كتابة مقالات جديدة في موقعه الإلكتروني. لقد تغيرت حياته كليا. كان يعيش مع والديه ويحصل على مصروفه منهما، لكنه يستأجر شقة فاخرة الآن ويشتري قطع أثاث جديدة. لم يحدث أن قلت لنفسي يوما ما سأحصل على وظيفة. قيمة الشيك آخذة بالازدياد رغم أنني لم أكن أبحث عن عمل. لم يذهب إلى الجامعة. يريد أن يواصل حياته المتمركزة حول جوجل بدلا من الحصول على وظيفة في شركة. حولت ثورة جوجل حياة الناس كليا. ازداد عدد الناس الذين يستخدمون موقع جوجل للحصول على مختلف معلومات الحياة اليومية والقرارات المهنية بشكل كبير. أصبح احتلال مرتبة بارزة ضمن نتائج البحث هدفا رئيسيا للأعمال بسبب ازدياد عدد مستخدمي محرك البحث جوجل بشكل سريع. الأعمال الجديدة التي تستجيب للحاجة إلى الوجود البارز على الإنترنت تستقطب اهتماما كبيرا. هذا أكبر معرض عالمي لأعمال محرك البحث. الأعمال التي تجذب الانتباه بشكل أكبر هي تلك التي تحصل على مرتبة متقدمة في نتائج البحث. يسمى ذلك بتسويق محركات البحث، وتتنافس عدة شركات أمريكية لدخول هذا الحقل. يتجاوز سوق محرك البحث 8.5 مليون دولار، وهو يزداد بسرعة وبنسبة 30% سنويا. من المهم الدخول إلى محركات بحث مختلفة لزيادة عدد الذين يزورون موقعك والتمتع بالأقدمية. من المهم أن نعرف كيفية الحصول على مرتبة أعلى في تسويق محركات البحث. لكن لماذا ترغب الشركات في الحصول على مرتبة أعلى في نتائج البحث؟